ازيكم حبايب قلبي؟ لو عايزين نعمل العيش الكايزر دوت او الفينو الكايزر دوت بطريقه حلوه وسهله ويطلع معاكم طري وهش وجميل احسن كمان ما نشتريه من بره. يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، وما تنسونيش تعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم، وهقول لكم الطريقه بسرعه وازاي يطلع معاكم طري وهش، وهعمله لكم بطريقتين الاريح ليكم وتناسبكم اعملوها. وشايفين القلب بتاعه ابيض وكانك مشترياه من بره. يلا بقى نسمي بسم الله ونشوف ايه الطريقة الجميلة بتاعتنا اللي هتطلع لنا العيش الكايزر حلو كده وجميل وطري وهش احسن من نشتريه من بره بنص كيلو من الدقيق. اول حاجة بسم الله كده، وهحط كوباية الا ربع من الحليب الدافي او اللبن السائل، واحط معلقة من السكر كبيرة ومعلقة من الخميرة الفورية كبيرة، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كده هوت. وهحط معلقة اعزز الطعم، معلقة دي اختياري من اللبن البودر. مش عايزين مفيش اي مشكله، ممكن تستبدلوها بمعلقه زبادي، بيدي طريان للعجينه وهشه كده. وابتدي احط 3 معالق من الدقيق كبار كده، دي بنسميها تخميره العجين، يعني ما بتاخدش مننا وقت. هقلبها وبعدين انزل ببضايه بدرجه حراره المطبخ، واقلبهم تقليب كده حلو قوي لحد لما كله يدوب مع بعض. وزي ما انتم شايفين بتبتدي العجينه تنشط او الخميره تنشط معانا. 3 معالق من الزيت، لازم يكون زيت نوع حلو نضيف، او معلقه كبيره من الزبده او السمنه. وهبتدي اقلبهم كويس جدا وانزل عليهم بنص كيلو من الدقيق. انا شلت شويه صغيره عشان لو هرشها في الارضيه لما اجي اشكل. معلقه صغيره من البيكنج باودر. وابتدي اقلب العجينه بتاعتي ديت كلها، ولازم نعجنها بتاع 5 دقايق. ولما نيجي نعجنها نزود الملح بتاعنا نص معلقه من الملح. انا هبتدي انزلها على الرخامه وابتدي اعجن فيها. طبعا كل دي بيختلف عن التاني، ممكن يكون محتاج سوائل وممكن يكون محتاج دقيق. انا هي احتاجت مني حوالي معلقتين كده 3 من الميه، حطيتها ميه دافيه بحيث ان هي تلم معايا العجينه وتبقى قطنيه كده وطريه مش ناشفه. انا عايزه العجينه تبقى طريه معايا. هبتدي اعجن فيها بعد ما زودتها 3 معالق من الميه، وهبتدي احط كده في البوله بعد ما عجنتها شويه من الزيت، وهسيبها نص ساعه عشان الجو حر تخمر معانا. هنزلها على الرخامة وهوريكم طريقتين ازاي تعملوا بيها العيش الكايزر، والاسهل ليكم اعملوها. بس الطريقتين حلوين وسهلين. هعملها كده وانزل الهواء منها وهلفها كورتين. اول كورة دي ان انا هبتدي افردها كده مستطيل كده واقطع منها القطع، وهعملها دواير كده، او هعملها زي حبة البرتقال، والفها اهم شيء تكون ملساء كده وجميله، واقفلها من تحت. زي ما انتم شايفين كده باخد القطع زي حبة البرتقان كده هوت، ويعني اصغر، يعني مش حبة البرتقان الكبيرة قوي يعني. تمام. زي ما انتم شايفين في الحجم انا ما كبرتش الحجم ولا اي حاجة يعني، او الصورة ما كبرتهاش. ابتدي الفها كده والفها بقجة واسويها. هكون في الوقت دوت جايبه الصاج بتاعي دهناه دهنه بسيطه من الزيت مش كتير. وهبتدي بقى اخد العجين بتاعي دوت اللي انا شكلته وقطعته، وهحطه في الصاج بتاعي. بس وانا بحطه في الصاج ابتدي ان انا ابططه تبطينه صغيره كده في الصاج، يعني ما اسيبهاش على حلقه كده، لازم احطها وابتدي ان انا افردها بايدي كده تبطيطه صغيره كده. الجزء التاني دوت هاخده كده وافرده بالمردانة بالعصاية بأي حاجة عندنا. المهم ان احنا نفرده مستطيل او مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لازم افرده ما يكونش السمك بتاعه تخين قوي ولا كمان رفيع قوي، عايزه السمك بتاعه حلو ومظبوط. هبتدي احط كده معلقه من الزيت زي ما انتوا شايفين في نص المربع او نص المستطيل زي ما انتوا شايفين كده، وحتى لو حطيتوها كلها يعني. وهبتدي اتنيه تانية كده زي ما انتوا شايفين، وافردها فرده بسيطه عشان خاطر لما اجي اقطع القطع. طبعا اجيب اكبر كوبايه عندي، يكون البق بتاعها او الحجم بتاعها كبير عشان يطلع العيش الكايزر بتاعنا حلو. زي ما انتم شايفين كده انا ببتدي ان انا اقطعها بحيث تطلع دواير. انا قسمتها زي ما انتم شايفين، فدي هتسهل لنا ان العيش الكايزر هيطلع معانا الطبقتين هتشوفوها في الاخر حلوه وجميله ازاي. هبتدي بقى ايه احطها في الصاج، وانا بحطها برضك في الصاج هبططها عشان انا مش عايزه الحجم هو يبقى كده، انا عايزاه الحجم يبقى اوسع شويه واكبر شويه، وبعدين ايه اما يجي يخمر هيضاعف الحجم بتاعه. هاخد بقى العجين الباقي دوت وهشكله تاني. هجيب بقى معايا لبن او حليب سايل وعليه نسكافيه. انا مش بحب ابدا صفار البيض نهائي او البيض. وهدهن الوش بتاعنا. انتوا زي ما تحبوا، اللي يحب يدهن بصفار البيض مفيش اي مشكله، بس انا الحليب والنسكافيه او القهوه سريعه الذوبان دي بتبقى حلوه جدا يعني.
ما بتديش اي طعم ولا ريحه ولا اي شيء خالص. وهبتدي ادهن كده الكايزر بتاعنا، وهبتدي ارشه بالسمسم او بحبه البركه، او لو انتوا عايزينه ساده كده مفيش اي مشكله. بنسخن الفرن بتاعنا درجه حراره 200، وهبتدي ادخله في الفرن بتاعنا واحطه لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة كده. اول ما الاقيه ابتدى ان هو الحروف بتاعته اصفرت كده او لونها بقى ذهبي وهيبتدي ياخد وش، هولع الشواية او هشغل الشواية اخر دقيقتين واخلي بالي. واول ما يطلع من الصاج كده بكون مجهزة بخاخة فيها مية وارشه رشتين تلاتة كده واغطيه عشان يبقى حلو معانا. طبعا العيش بيبقى حلو قوي وطري جدا وهش زي ما انتوا شايفين. وكمان اللي هو بوريكم اللي انا عملته طبقتين حلوة قوي قوي زي اللي احنا بنشتريه من بره، او زي مطاعم البرجر، بتبقى طبقتين كده هوت متساويين. انا بفتح لكم واحد من جوه، شايفين العجينه لونها فاتح ازاي وطري ازاي، وتقدروا تحشوه اي حشوات عندكم او اي حاجه تعجبكم اعملها. انا اوريكم هنا اهوت انا بعمل الساندوتش، ممكن تحشيه اي حشو عندك، تحطي بطاطس، تحطي كاتشب، تحطي برجر. دي الجبنه اللي انا قبل كده كنت عاملاها، انا دايما بعملها من ساعه ما الجبنه غليت بقيت اعملها في البيت، بقت حلوه وبتنجز معايا، ونعمل بقى احلى سندوتشات لولادنا ودلع الولاد. وبما انهم قاعدين وخلصوا بقى الدراسه فمحتاجين يتدلعوا، بدل ما يشتروا الحاجات دي من بره انت اعمليها لهم في البيت واكليهم اكل صحي وحاجه حلوه جدا. لو وصلت لحد هنا وبتتفرجي على الفيديو اتمنى ان انت ما تبخليش عليا وتعملي لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، واعملي لي متابعة على صفحتي مطبخ ملك، وكمان اشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل حاجة انا